إيقاف كل من اللاعبين أنور غازي المغربي ويوسف عطال الجزائري. بعد دعم الجزائري يوسف عطال لفلسطين عبر حسابه الرسمي على انستغرام في ستوري التي تحمل عبارة فري فلسطين، وفيديو للداعية محمود الحسنات التي نشرها في حسابه. بعدها تعامل يوسف عطال بطريقة ذكية للفرار من العقوبات التي كانت قد توجه إليه في نشره لستوري آخر موضحا موقفه، وهذا ردا على عمدة نيس الذي طلب منه طلب الاعتذار، وإذا لم يكن الأمر كذلك فلن يكون له مكان في نادينا. ولكن رغم هذا فإدارة نيس لم تكتفي وقامت بتوقيفه حتى إشعار آخر. أما المغربي أنور غازي صاحب 28 ربيعا فقد تم توقيفه أيضا لنفس السبب، بسبب تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا مع فلسطين من طرف نادي ماينز الألماني. في آخر الفيديو لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الإعجاب. إلى فيديو آخر إن شاء الله.